السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إخواني الأكارم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، حيث أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس على التدشين الرسمي لملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالعاصمة. وعرفت مراسيم التدشين حضور من الفريق الأول سيد شنقريحة ووزير الشباب والرياضة ورئيس الفافا السيد جهيد زيزف. وفي تصريحات صحفية أدلى بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث صرح وقال أنه سيتم بناء ملاعب جديدة في 3 ولايات من الوطن، هم بشار وورقلاء وقسنطينة، فيما سيتم توسعة ملعب 5 جويلية الأولمبي. وفي الأخير نبارك للشعب الجزائري هذا الصرح الرياضي الكبير، وأن بناء مثل هذه الملاعب هي بمثابة دعم للرفع من مستوى الأداء الرياضي في الجزائر. مبروك للشعب الجزائري هذه الملاعب الجديدة، والسلام عليكم ورحمة الله. إخواني، الرجاء منكم الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.